مساء الخير على احلى واجمل متابعين. مساء الخير، صباح الخير في اي وقت تشوف الفيديو فيه. مساء الهنا، مساء الرضا، مساء السعاده على السكر الزياده. النهارده جايه لكم باكله الجعانين بتوع اخر الليل اللي عايزين ياكلوا اكل مستعجلين. يلا بينا بقى اوريكم الفطير المشلتت بتاعنا، تحفه وروعه ومن الاخر احلى واجمل فطير مشلتت محشي من لحمه مفرومه من الاخر. الاكله دي اكله المستعجلين الجعانين زي ما قلت لك. لو عامله رجيم نصيحه مني ابعدي وما تقربيش، قلبي الفيديو على طول، لان الفيديو ده مش ليكي. الناس اللي عامله رجيم اللي انا منهم يبعدوا، الفيديو ده مش ليهم خالص. انا عملتها لاولادي، ربنا يخليهم لي يا رب، ده طلبهم، بس غصب عني طبعا باكل وببوظ الدنيا. تفاصيل بقى مش مشكله. يلا بينا بقى هوريهولك من جوه كده مورق وجميل. بصوا هنا، يعني بصراحه كان طعمه لا تحفه بصراحه بجد. لا 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 لا، من الاخر حاجه لذيذه وحاجه جميله. طب ما يلا بينا بقى من غير رغي كتير، نسمي بالله ونصلي على الرسول ونبدا مع بعض في التحضير. لو اول مره تشوفيني يسعدني ويشرفني انك تنوريني وتعملي لي احلى اشتراك عشان اول ما انزل فيديو جديد اول الناس تشوفيه، وتحطي لاختك حبيبتك احلى لايك من ايدك. يلا بينا. انا هنا الكوبايه بتاع الفطيره بتاعتي اللي انتوا شفتوها دي معيار كوبايه اللي انتوا شايفينها. يعني انا هنا كان عندي 6 فطاير، ال6 فطاير نزلت ب6 كوبايات دقيق. الحجم اللي انت عايزاه طبعا، لو عايزه حجم اكبر زودي نص كوبايه دقيق يبقى الفطيرايه كوبايه ونص. لو انت عايزه اصغر يبقى كوبايه الا ربع. يعني كوبايه الا ربع، بلاش اقل من كده، هي كوبايه الا ربع هتبقى اصغر من دي وشويه. هو المظبوط بتاعها اللي هي كوبايه دقيق اللي انت شفتيها دي، الحجم الوسط الحلو. ذره ملح، هنقلبهم تقليبه حلوه كده مع بعض وننزل بالميه. انا هنا ما عنديش معيار ميه، الدقيق بتاعنا على حسب ما بياخد ميته. في دقيق بيشرب ميه كتير وفي دقيق ما بيشربش ميه، فاحنا هنا هننزل واحده واحده بالميه بتاعتنا عشان هنا ما عنديش معيار. فانا هنزل تاتا تاتا زي ما انتوا شايفين كده. تنسيش بقى اختك حبيبتك في احلى لايك وانت بتتفرجي معايا دلوقتي، ما تسرحيش تحطي لي اللايك. اهو هقلب تقليبه حلوه كده مع بعض اهو. الاقي نفسي محتاجه ميه هنا، فانا هحط ميه تاني. طبعا لسه انا محتاجه ميه، فانا هنا مش عايزاها تبقى ناشفه خالص. لازم العجينه بتاعتي ما تبقاش ناشفه خالص يا جماعه، تبقى لما بتبقى طريه شويه بتحطي الفطير بتاعنا بتبقى طريه شويه. يعني ما تبقاش اللي هي درجه ملزقه اللي انت ما تعرفيش تتحركي منها، لا يعني تمسكيها كده تحسيها حلوه، بتدي الفطير طراوه. لما بتبقى كبسه وناشفه بتبقى ناشفه معاكي وبتحجر. فبلاش، خلي بالك من نقطه زي ديت، انك تخلي الفطيره بتاعتك يا دوبك تمسكيها، اللي هي تمسكيها تشكليها كده، ما تبقاش رايحه في داهيه منك كده وسايله، لا وفي نفس الوقت ما تبقاش ناشفه منك. يعني اهم حاجه اللي تبقى وسط وحلوه. طبعا تعجني عجنه كويسه على قد ما تقدري. هنا العجين بتاعنا الفطير يا جماعه كل ما بتعجنيه بيديكي احلى واجمل فطير. عايزه تاكلي فطير حلو اديله حقه واعجني، اعجني على قد ما تقدري. طبعا الناس التعبانه الكسلانه اللي ما بتقدرش تعجن وما بتحبش تعجن، اصلا في ناس كتير ما بتحبش تعجن كتير وبتكسل وبتكبر دماغها، تعجني عجنه وتركني على جنب، اعجني شويه واركني على جنب لو انت ما بتحبيش العجن. لكن لو بتحبي العجن طلعي غيظك كده وطلعي غلك وطلعي حياتك كده ومسكي الحله دي، يا قاتل يا مقتول. انا وانت الحله دي النهارده، انا غسلت ايدي غسله كويسه كده وجيت واديله. النهارده امسك الحله بتاعتي كده واقعد اديله بالبنيات كده وافضل اعجن. طبعا الحركه ديت لما بقعد اعجن في الفطير بتاعي بتديله هشاشه من جوه وبيبقى جميل، وتيجي تمسكيها تبقى مرحه معاكي، ما تبقاش تشديها وتفرديها تلاقيها عامله زي المستيكه. لا احنا هنا بنطلع العرق بتاع العجينه، الحركه دي بتطلع العرق بتاع العجينه وبتخلي العجينه بتاعتك حلوه في ايدك. تمام تمام. فما تكسليش عليها، لو انت كسلانه ومش عايزه تعمليها يبقى سيبيه يريح ربع ساعه وارجعي تاني اعجني فيه. تسيبيه يريح 10 دقايق وترجعي اعجني. طبعا انا هنا كنت بغسل ايدي، الحوض الحنفيه جنب الحله زي ما انتم شايفينها كده، فلما بلاقي ايدي تقلت بغسلها وبرجع، يعني بغسلها وبرجع. انا هنا ما بريحش. انا النهارده افتكرت كل الحلو والوحش واديله هنا في الحله اللي انتم شايفينها دي. يعني انا النهارده العجينه بتاعتنا مش محتاجه تريح خالص، مستعجله اخر الليل مفيش تريح، ما عندناش وقت عايزين ننام. فاحنا هنا اكله المستعجلين، هنعجنها بسرعه كده بايدينا ويلا بينا بقى قلب الطبليه بتاعتنا. انا هنا جبت الطبليه بتاعتي ديت لان انا هنا هعمل فطيره واحده كبيره، هتشوفي الفيديو دلوقتي وهتعرفيها. فانا لازم ادهن الطبليه بتاعتي كلها كده زيت زي ما انتم شايفين. طبعا ما تحطيش سمنه لانك لو حطيتي سمنه هتلاقي نفسك بتحطي سمنه كتير فمش مستحبه. ماده الزيت بتبقى اسهل واسرع، يعني بتحتاجي زيت اقل، لكن السمنه هتلاقي نفسك بتحطي سمنه كتير. فخليكي لما تيجي تدهني الطبليه بتاعتك حطي حبه زيت. هنزل بيها هنا كده بقى واركن الحله على جنب خالص ونديها حجنه حلوه، بس مش هتاخد معانا وقت، يا دوبك حاجه بسيطه اهو. اهو هنا الحركه دي يا جماعه بتخلي العرق بتاع العجينه يطلع. الحركه دي طبعا اهم حاجه في العجينه بتاعتنا. احنا هنا بنعجنه عجنه تانية عشان انا عايزه العجينه بتاعتي تبقى جميله.
انا هنا مستعجله عليها واكلت بالليل ديت مفيش وقت اللي احنا نريحها زي ما قلت لكم. فهنا لازم تعملي الحركه دي ولازم تلميها كده وتلفيها اهو. بس كده. هنا بقى عندك وقت ريحي، سيبيها تريح بتبقى احلى واجمد بكتير. لو اشتغلتش على طول هتلاقي نفسك لا هتبقى شاده معاكي. لو سبتيها هنا ريحت هتبقى جميله معاكي. ادينا الوش زيت كده وغطيها بوش كده وسيبيها على جنب. طبعا انا استغليت، انا ما عنديش وقت فانا استغليت رحت غسلت معداتي وجهزت حاجتي وولعت فرني ورجعت لها تاني، يعني ما خدتش معايا 10 دقايق. فكانت برضو جميله وتحفه زي ما انتم شايفينها كده. انت عندك وقت تسيبيها اكتر تسيبيها هتبقى اجمل واحلى بكتير. هنا هنزل بحبه زيت هنا لان المكان دوت خلاص شرب الزيت في العجينه. فالمكان بتاع الفطيره بس هو اللي هنزل بيه لان الباقي كله عنده موجود فيه نسبه الزيت بتاعتي. هنا بقى ابتدي افردها كده على قد ما تقدري. افرديها، كل ما بتفرديها كل ما هتبقى معاكي طبقات مورقه بكتير. كل ما تكبريها كل ما هتبقى احلى واجمل. احنا النهارده الفطيره بتاعتنا عايزينها تبقى مورقه كتير من جوه، عايزينها تبقى لذيذه وجميله كده وتفرد معانا وتبقى حلوه. لان النهارده هنحشيها يعني مكلفين وصارفين لحمه مفرومه يا جماعه، يعني لازم نظبطها كده وناكل اكله جميله وحلوه. تمام تمام. انا هنا بوسع كده. لما تيجي تفردي الفطير بتاعك بقى حبيبه قلبي بقى لو اول مره تفرديها ما تركزيش في النص، ركزي على الاطراف اللي من بره زي ما انا بعمل دلوقتي. في النص ده خلي انك تطلعي حاجه بسيطه بالراحه. اهم حاجه تاخدي العجينه وتوسعي من بره عشان ما تتقطعش منك وتبقى العجينه بتاعتنا يعني خفيفه من جوه وتقيله من الجناب. لا احنا عايزين العكس، احنا عايزين على قد ما نقدر نوسع اللي بره ده اللي انتوا شايفينه اللي انا بعمله. واللي جوه دوت كل ما بلاقيها تخينه بوسع بحاجه بسيطه اهو. اهي هي بتتكلم زي ما انتم شايفين كده، الصوره قدامكم واضحه اكيد وانتم فاهمين قصدي اهو. اهو حته اتقطعت منك مفيش مشكله خالص ما تقلقيش. لو حته فطير حته من الجنب كده اتقطعت ليه؟ لان انا ما سبتش العجينه ريحت. طبعا انا لو كنت سبتها ريحت كان زمانها زي الفل ما فيهاش خربوش. العجينه بتتقطع بسبب الايه مفيش تريح. اللي هنا لما العجينه بتريح بتدينا عرق فبتبقى جميله كده عامله معاكي. طبعا انا قطعت حته من الجنب ودوينا ولا من شاف ولا من ديري. انا هنا دويتها كده عشان لما احط السمنه بتاعتي ما تطلعش مني بره. الموضوع دوت بيني وبينكم محدش يعرفه. سر. ماشي ماشي يلا بقى نكمل كلامنا على الفطيره بتاعتنا اهي. اهي كده خلاص كده احنا خدنا الوسع اللي احنا عايزينه. نوسع تاني نكبر مفيش مشكله. عايزه تثبتي كده مفيش مشكله. عايزه تكبريها اكتر من كده برضو مفيش مشكله. انا هنا جبت السمنه بتاعتي. طبعا السمنه بتاعتي لقيتها سايحه حطيتها في الفريزر، دي اهم خطوه. بلاش السمنه السايحه لانك لو حطيتي سمنه سايحه هتلاقيها طلعت منك من الجناب والفطيره بتاعتك ما فيهاش سمنه من جوه. اهم خطوه انك تحطي السمنه بتاعتك تبقى مجمده زي ما انتوا شايفينها كده عشان هو السمنه سر الطبقات بتاعه الفطيره بتاعتنا. هو في سر السمنه دلوقتي. تابع معايا الفيديو انك وهتعرفي ليه دلوقتي. اهم حاجه السمنه بتاعتك زي ما انت شايفه تبقى مجمده اهو. اهو اهو يا جماعه. ما تنسيش حته ما تحطيش فيها لانك لو نسيتي حته حطيتي فيها يبقى كده انت بوظتيها وعجنتيها. كل حته لازم تلزقيها سمنه كده كلها. مفيش حته يعني حاجه صغيره خالص ما فيهاش سمنه عشان تورق معاكي من جوه وتديكي طبقات حلوه. لازم تعملي حركه السمنه ديت ان السمنه بتاعتك تبقى محطوطه في الفريزر مجمده شويه وفي نفس الوقت تبقى ايه مفيش حته ما فيهاش سمنه. هنا بقى طبقات الترويق بتاعتنا ده انا كده بورق الفطير بتاعي. انا هنا بعمل الطبقات بتاعت الفطير بتاعتي اهو. ادي الطبقات يا جماعه بتاعت الفطير سهله وبسيطه وتحفه وروعه ومن الاخر. بصراحه كانت اكله جميله ولذيذه وتستحق التجربه. لو اول مره بقى تشوفيني زي ما قلت لك ما تنسيش اختك حبيبتك تعملي لي احلى اشتراك عشان اول ما انزل فيديو جديد تبقى اول الناس تشوفيه. وتعملي لاختك احلى حبيبتك باحلى لايك في الفيديو ده. الفيديو ده يا جماعه عايزاه كله اللي يطلع منه يطلع لي باحلى لايك من ايده. تسلم لي ايدك لما تعملي لي احلى لايك طبعا عشان ايه تعبي ما يروحش على الفاضي. يلا هنا هنبتدي بقى كده خلاص التوريق بتاعنا زي ما انتم شايفين اهو. كل ما بتشديها وتورقي كل ما بيديكي طبقات من جوه. كل ما بتشدي وتورقي كل ما بيديكي طبقات من جوه. لو انت كسلتي وعملتيها دوبك 3 4 مرات هتلاقي الفطيره بتاعتك تخينه ومش مورقه من جوه ومش خفيفه. هنا يا جماعه الموضوع دوت اهم حاجه عشان تاخدي فطير حلو وجميل لازم الموضوع ده اهو. تمام تمام. هنبتدي بقى نقطع كده وشي ونعمل الفطير بتاعنا كده ونشوف هيعملوا معانا كام واحده. يا ترى الفطير بتاعنا ده هيعمل كام واحده؟ يلا بينا بقى نسمي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي واحده، ادي اتنين، ادي تلاتة،
ادي 4. بصوا هنا انا بوريكم الطبقات اللي جوه دي هي التوريق بتاع الفطير بتاعي. انا هنا ما كانتش الكاميرا واضحه، هحاول اوريها لكم كمان مره تانية اهو. طبعا اللي من الجنب، اللي في الجنب دي واللي في الجنب دي قليلين، اللي في النص هي اللي بتبقى فطيره حلوه، فانا مسكتهم هما الاتنين وخليتهم فطيره واحده اهو. اهي بص، الطبقات اللي جوه دي انا بوريها لكم اهو اهي، وريتها لكم. ده الفطير بتاعي اللي مورق اهو اهو يا جماعه بصوا، ده الطبقات بتاعت الفطير بتاعتي اللي هي تبقى مورقه من جوه، وهتديني الفطير واحده بوحدتها كده، ومليانه سمنه وجميله من جوه وتحفه وروعه. وبجد بجد بجد كانت حكايه. هي دي، هو ده كده هي دي الخطوه بتاعتنا اللي هي المهمه، اللي احنا الطبقات اللي جوه دي تبقى كتير عشان الفطير بتاعنا يبقى مورق من جوه وناجح. انا هنا سبتها في الفريزر نص ساعه. لو ما سبتهاش في الفريزر مش هتعرفي انك تمسكيها وتشكلي فيها، طبعا السمنه هتبقى سايحه وهتبقى ايه، مش حلوه خالص. فانت لازم تحطيها في الفريزر كده حوالي ربع ساعه نص ساعه، يعني على حسب وقتك. انا هنا بقى بطبطب عليها كده، يعتبر كده خلاص خدت التوريق اللي جوه كلها كده مورقه ومعايا وزي الفل. انا هنا بعمل الخطوه دي عشان احط ايه، المحشي بتاعي اللي هو الحشو بتاعنا، الحشو بتاعي المحشي ايه، الحشو بتاعنا. بصوا هنا انا اللي جوه ده ما برمسوش خالص عشان مش عايزاها تبقى خفيفه، انا بوسع الاطراف من بره خالص كده وبكبرها، والحته اللي في النص ديت مش عايزاها خالص تتلمس، يا دوبك حاجه بسيطه خالص انك تسويها، لازم تبقى اعلى من اللي في الجناب. يبقى تركزي معايا اللي في النص على قد ما تقدري تبقى اعلى من اللي في الجناب. ليه؟ لان لما تيجي تحطي اللحمه المفرومه وتيجي تقفليها ما تبقاش الطبقه خفيفه في اللحمه المفرومه تتفتح معاكي، لان هنا هتتلف اللي في الجناب ده هيتلم على بعضه فهيبقى كله طبقه واحده. ركزي معايا دلوقتي في المعلومه دي، اهم حاجه زي ما قلت لك ما بلاش جوه في النص. هنحط عليه الحشو مش عايزينه يبقى ضعيف، عايزاه يبقى محمل، يبقى طبقات بتاعته لسه محمله. طبعا تحشي اللي انت عايزاه، تحشي جبنه، تحشي مكسرات، حاجات يعني تبقى فطير حلو مسكر، تحشي لحمه مفرومه، تحشي فراخ بانيه بتعمليها بنفس الطريقه بتاعت البتاع دوت وتحطيها، تحشي صدق، اي حاجه تحشيها اللي انت عايزاه. هنا الحشو اللي انت تحبيه وتفضليه حطيه، ملناش دعوه بالحشو خالص اللي انت تحبيه. انا هنا بوريك الطريقه بتاعت الحشو بتاعنا اهو. بصوا هنا بقى الطبقه بتاعتي اللي انا لميتها دي فتقلت معايا وادتني طبقه حلوه. انا عشان كده كنت بعملها خفيفه، واللي من تحت انا مش عايزاها خالص تبقى خفيفه عشان الفطيره بتاعتي ما تتفتحش اهو. اهو يا جماعه بصوا، شفتي بقى قصدي ايه اهو. طبعا معايا بيبي صغنطط كده سنه، ربنا يخليها لي يا رب، ويا رب يديكوا يا رب، لو اللي مش معايا يا رب يديه ويرضيه يا رب، واللي معايا ربنا يخليه لي يا رب. انا اشد الصاج من هنا هي تشد الصاج من هنا. هعمل واحده تانية واوريها لكم اهو. انا هنا كده بطلع لبره اهو زي ما انتم شايفين، ماليش دعوه باللي في النص. اللي في النص عايزه الطبقه بتاعته تبقى تقيله زي ما قلت لك، انا هنا بخفف على قد ما اقدر من بره، اللي في النص يا دوبك عايزاه يبقى خفيف، لو حسيتها تخينه قوي هنزل بيها حاجه بسيطه خالص، لكن اللي بره دوت هو الاهم اهو، اللي هو ده اهو يا جماعه اهو. اللي بره اخف من اللي جوه اهو. اهي بصي باينه قوي، يعني بصي لو تاخدي بالك هتلاقي اللي في النص كده تحسيها مليانه شويه وطالعه غير اللي من بره اهو. يا رب تكوني فهمتيني يا رب اهو اهو. تمام كده تمام، عشان ما تتفتحش منك والحشو يطلع، لو اتفتحت منك والحشو طلع منها طبعا في الفرن هتغلبك، هيتحرق وهيشيط وهتبوظ الدنيا، فاحنا مش عايزين النقطه دي. لو انت حابه بقى تحطي جبنه موزاريلا وتحطي حبه حركات ودلعات كده حطي براحتك، بس انا هنا كنت بحاول الم الدنيا عشان الرجيم، بصراحه الدنيا بتبوظ خالص اهو. بتدوس عليها كده وتمسكي تقفليها كده بس كده وتقلبيها عشان ما تتفتحش منك، تخليها من تحت في الصاج من تحت. هخلص الكميه كلها وهرجع لكم. انا هنا حبيت اعمل لكم واحده، واللي ما خدش باله من الاولانيه رحت عامله لكم واحده تانية. هعمل كل الكميه دي اللي انتوا شايفينها وهرجع لكم، مش هطول عليكم اهو. بدات في التالتة دي بس انا ما كملتهاش، يعني قلت لا حرام كده كتير، هكمله واخلصه وبعد كده هرجع اوريكم الجمال والحلاوه بعد السوا. تعالوا بقى هنا، السوا بتاعنا نارك عاليه، اهم حاجه يا جماعه لما تيجي تعملي الفطير النار بتاعتك تبقى عاليه فوق وتحت، وتقعدي جنب كده، تحطي كرسي وتقعدي جنب الفرن وتتابعيها عشان ما يتلسعش منك. لو حطيتي على نار واطيه الفطير بتاعك هيبقى ناشف ومقرمش جامد من بره، عايزاه طري وعايزاه يبقى جميل ولذيذ
كده على النار من فوق ومن تحت وتبقى جميله. وبعد ما تطلعيها تروحي مغطياه عشان من بره يبقى طري، من بره ومن جوه يبقى طري. بص بقى الطبقات المورقه، بص بقى اللحمه المفرومه، اكله تحفه وحكايه وروعه. وبصراحه من الاخر، لو اول مره بقى تشوفيني ما تنسيش تعملي لي احلى اشتراك، ولو عجبك الفيديو حطي لايك لاختك حبيبتك، ما تستخسريش في اختك حبيبتك، احلى لايك عشان ترفع الفيديو. ويا رب تجربوها ويا رب تعجبكم. بجد بجد يا جماعه الفيديو دوت يستحق التجربه، لان هي بجد اكله خطيره وسهله وبسيطه جدا.